ايوه بقى، انا بقى يا مرات ابني هعمل لك العمل اللي هوريكي، هعرفك انا جبت اللي محدش يقدر يجيبها. اللي انت بتعمليه ده يا ماما ايه؟ تخبي ايه؟ ما انا شفت كل حاجه على فكره. مفيش. جايبه عظمه هعملها شوربه. لا يا ماما دي مش عظمه عاديه، وانت عارفه حاجه زي كده. لا مش عاديه يا ريم، ايوه مش عاديه، وجبتها عشان اعمل بها اللي نفسي اعمله من زمان. طب ليه يا ماما؟ حرام عليكي، هي اذتك في ايه ولا ضرتك في ايه مرات اخويا؟ اذتني في ايه؟ اتجوزت اخوكي غصب عني. هو فرضها عليا، انا ما بحبهاش ومش طايقاها ومش عاوزاها، وانا بقى بطلعها من هنا. هو بيحبها وعايزها، وهو عايز يعيش معاها. وبعدين حرام اللي انت بتفكري تعمليه ده يا ماما. مش معنى ان هو رفض ياخد بنت اختك يبقى تاذيه في حياته كلها. ما هو انت لما هتاذيها هتاذي ابنك كمان، مش تاذيها هي لوحدها. انا قلت له طلقها، مش راضي يطلقها. وبعدين حساب ربنا فين يا ماما؟ انت نسيتي ربنا يا ماما؟ هو نعمه بالله، بس انا كنت عاوزاه يتجوز بنت اختي. معلش هو بيحب واحده تانية واتجوزها، فخلاص هو اختار حياته، انت تتدخلي ليه في حياته؟ يعني ايه؟ ده انا شاريه دي بمبلغ كبير قوي. طب ما حرام اللي بحالك بمبلغ كبير عشان عارف ان هي اذى وضرر للناس. ده انت هتتخضي، انا مش هقول لك انا شارياها بكام، قال لي دي اللي هتجيب المفيد. هي فعلا بتجيب المفيد، بس حساب ربنا اعلى من اي حاجه، وبيتقلب السحر على الساحر. ونعم بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ارجعها له؟ استغفري ربنا قبل ما ترجعها له. استغفر رجعي الله ربنا العظيم. احسن من اي حاجه يا ماما. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه حرام، اوعى حد يعمل بدي حاجه. انت بتخسر دينك وبتخسر ربنا، طبعا الحاجات دي وحشه قوي. اوعى تعمل عمل لمرات ابنك، لا لاي حد. ليه؟ ده انت بتكفر بالله، صدقوني الحاجات دي حرام. انا بس حبيت اوريكم. شوفوا انا اصلا اترعبت لما مسكتها، يعني دي حاجه صعبه، عافينا يا رب. اوعى حد يعمل كده ولو بملايين، اوعى تعمل كده. يا ريت تكون الرساله وصلت، ده انا بترعش واتنفض اصلا. قولوا لي رايكم في الكومنتات. وانتي ابنك اتجوز واختار، كل واحد بيتحمل اختياره، تشاركيه ليه في حياته وهو حر فيها، ربنا يسعده. لا عايزه اجوزه بنت اختي بنت اخويا، يا اختي الحاجات دي قدمت بقى، كل واحد حر في حياته يرسمها زي ما هو عايز. يا ريت تكون الرساله وصلت وما حدش بقى قاعد يجيب البتاع ده، عشان يعني حرام والله. انا اترعبت.